النادي الاهلي خلاص عزيز الاهلاوي حسم رابع صفقاته، اللي هما التلاتة الاولانيين كانوا عمرو الجزار وهادي رياض ومروان عثمان، واخيرا احمد عيد مضى للنادي الاهلي 3 سنين ونص. فخلاص احمد عيد اهلاوي، احمد عيد لاعب نادي الزمالك السابق والحاجات دي كلها. ومش عارف ايه غية النادي الاهلي ان اي حد بيلعب في الزمالك يجيبه. يعني هل يعني اي حد يلعب في الزمالك؟ يعني دلوقتي بيقول لك اسمه ايه، محمد السيد دوت ولا اسمه ايه بتاع الزمالك برضه، قال لك خلاص برضه في الاهلي. وكان قبل كده كان في مفاوضات مع مصدق وبنتايج. فانا مش فاهم ايه الحوار. مدربين الزمالك، انا عن نفسي انا اهلاوي، والموضوع بقى مستفز بالنسبه لي، بس ما علينا. النادي الاهلي حسم تقريبا رابع صفقه، لسه ما نشوف بالعمري إيه الدنيا معاه. فواحد كان طلب مني ان اقول الراحلين على النادي الاهلي، الراحلين على النادي الاهلي لحد الان رسميا العش وقفشه. الاثنين دول رسميا راحوا على النادي الاهلي باعاره. اللي جايين دول بقى داخلين في صفقه مروان عثمان. هم اتنين او تلاته من الاربعه اللي انا هقولهم: بيكهام، عمر كمال، عمر سيد معوض، ومحمد عبد الله. حد اتنين يا اما الاتنين الشباب احنا هنضيف معاهم، يا اما عمر كمال يا اما بيكهام، والاقرب بيكهام. هيبقى ثلاثة في صفقة مروان عثمان. وفي كلام ان صفقة مروان عثمان اساسا جاية اعارة 6 شهور، مش جاية رسمي. فانا لسه ما وضحتش هل اعارة ولا رسمي، معرفش. فمروان عثمان الجزار، ايهاد رياض، احمد عيد رابع صفقات النادي الاهلي. من الراحلين برضو اللي ممكن يمشوا عندك جراديشار، احتمال برضو هنضيف معاهم جراديشار بيع لبولندا او للمجر. عندك اشرف داري. دول تقريبا انت في ستة او 7 لعيبة هيمشي منهم مثلا حوالي 3 او 4. الامور ما وضحتش لسه، السوق طويل لسه تقريبا قدامنا مثلا اسبوعين 3. فالنادي الاهلي ما جابش مهاجم، لسه ما جبناش مهاجم. لسه صفقة بالعمري قال لك مضى ومش عارف ايه وخلاص وجاي، لسه برضه مفيش كلام. الصفقتين اللي قلت لك عليهم امبارح في الفيديو، اللي هو ميمو ومش اللاعب التاني اللي اسمه عبد الحميد، لسه برضه سيد عبد الحفيظ لسه ما نعرفش خلص فيهم ولا لا. فدول اللي اجوا من الاربع صفقات اللي اجوا. يعني انا مش متفائل بيهم، انت فاهم قصدي، مش متفائل. يعني اللي هو انا ما بحبش الصفقات اللي في يناير. والصفقات اللي في يناير النادي الاهلي بيجيبها بتحس ان هو بيملي وخلاص بيحشي. فاما نشوف الصفقات ديت، اما نشوف النادي الاهلي لسه هيجيب مين. عندنا ان شاء الله يوم الجمعه يانج افريكان في افريقيا، فخير ان شاء الله.